طبعا فيديو النهارده هيكون تكمله للفيديو اللي فات اللي هو بتاع الجيم بلاي. احنا هنركب نفس المودات اللي كانت موجوده في الجيم بلاي. ولازم تتاكد من حاجه ان لازم يكون عندك 40 جيجا على الاقل فري سبيس، ده غير المودات 15 جيجا. لازم تتاكد ان دول فاضيين عشان تقدر تركب المودات. حتى بصوا يعني بقى في عداد بنزين بيحسب استهلاك البنزين، وبقى في كل طريق ليه كل طريق بقى ليه سرعة معينة. وبص والعربيات بقت فخمة. وبص جي كلاس اهي، حركة كده جي كلاس ونجربها في رينج روفر. سلام ولا صوت الأسلحة، بس حتى عربيات الشرطة اتغيرت. بص مودات النهاردة ريماستر كامل جي تي في. بص كوتشات العربية زي ما هي، والكشافات زي ما هي. بص يا لهوي. حتى بص مثلا نيجي نجرب نصطدم بواحد. بص العربية ازاي اتضررت جامد اوي من قدام. بصوا حاجة روعة. يلا بينا بقى على طريقة التركيب. اي جي تي اي حرفيا يعني عشان تركب عليها مودات انت محتاج ملفات معينة. ادخل على ملف الاساسيات انا مرتبهم. اول مود سكريبت هوك في دوت نت، سكريبت هوك في ريليس باك ليميت ادجستر اي فروت ادون هيب ادجستر ال يو اي، اللي هو معنى صح ملف سكريبتس. تمام. وطبعا هحتاج ملف اللعبة. ادي قاسم الشاشة نصين اهوت. هتروح على اول ملف سكريبت هوك في دوت نت، مش لازم تعمل له استراكت، افتحه عادي. عدد على الملفات واقف عند ريد مي، ما تاخدهاش، احذف بس كده. بعد كده سكريبت هوك في بن خد ما تاخدش النيتف ترينر، ما تاخدش ولا ده ولا ده. خد ده احذفه. ريليس نيتف يو اي نفس الكلام مع ارميه هنا. بكلمة ادجستر ما تاخدش ملف التكست، ارميه هنا. والاي فروت ادون مش هنحتاجه هنا خالص دلوقتي، فاركنه هنا. هيب ادجستر خده ارميه. كل الملفات دي بتساعد ان اللعبه ما تكررش. ال يو ايه احذفه ارضيا. بس كده انت لعبتك جاهزه، ما عدا حاجه بسيطه قوي هنحتاجها دلوقتي. افتح اوبن في اي. كل دي انا احطها في خانه المودات الاساسيه لتركيب اي مود في جي تي اي. تعمل اس اي مانجر، الحته دي اللي الخضر دي او العلامه الصح دي. ده يكون معمول عندك انستول، اعمل انستول. انا عامل كمان هنا انستول. allow edit mode only archives modes folder واعمل يس انستول. بس كده انت لعبتك جاهزه يابا اللي تركب المودات. اول مود لازم نركبه اللي هو مود الشرطه. اهو المود دوت فيه بيعمل مشاكل مع اي مود تاني متركب في اللعبه اوريدي، ده لازم يتركب اول واحد. تمام يا معلم. ناخد اللي هو ار دي اللي هو دوت او اي في ونرميه هنا. نشغل اول حاجه نشغل الايديت مود يس ارمي. نعمل انستول مودز فولدر ونعمل انستول. انا بعمل كل حاجه قدامكم ازاي يعني مش زي كل مره تحط المود على ملفات لعبه نضيفه. بعد كده بقى تضيف براحتك اوبشنال ادونز. هنضيف يعني العربيات واليونيفورمز. انصحك دي في الملفات دي عشان دي ليها علاقه باللبس الشرطه والكلام ده. روح على مودز اكس 64 دي ال سي باكس ار دي اي دي ال سي دوت ار بي اف، وتروح على ار دي اوبشنال ادونز. ايوه هي دي. وبقى يا معلم واحده واحده تفتح ارمي اطلع افتح ارمي افتح ارمي. نقفل المود، نركب بقى التوسعه بتاعت المود ده. مود ده ليه توسعه، فاحنا نركبها. هي فين هنا فين هي دي. كل ده ربط في الراس. تمام. نرجع ورا خالص. انستول مودز فولدر انستول. ده خلاص خلص. نروح بقى على
مود الاسلحه، صوت مود الاسلحه الخرافي، انا الصراحه اكتر مود عجبت بيه. انستول مودز فولدر، انستول، كلوز. نروح على تاني مود معانا، هو مود التور بتاع كاليفورنيا، نرميه برضو. احنا بس بنعمل كل المودات اللي محتاجه اوبن في اي، بعد كده ننقل على المودات اللي محتاجه سكريبتس، ملف سكريبتس. تمام. انستول مودز فولدر. بص بقى يا زعيم، عقبال ما المود يتسطب كده، في حاجه ناتشورال فيجن ايفولفد، ده مود الجرافيك. المود ده يا جدعان تقيل بشكل غبي. الجهاز بتاعي يعني حرفيا، شوف الفيديو اللي فات، الجهاز بتاعي كان بيموت انا قاعد بصور 30 فريم، يعني 1070 تي ما كانش قادر عليها يا جدعان، صدقوا كان يعني تقيل قوي المود. فممكن تلاقي عندك حلين، يا تلاقي مود اخف منه وتركبه، يا اما ما تركبش المود اصلا. بس يعني انصحك لو انت جهازك اقل من 1050 تي ما تحطش المود. المود خرافي، مود تقيل قوي يا جدعان، يصنف ان هو احسن مود جرافيك في جي تي اي. فما علينا، نروح دلوقتي على improvements in gore. ده يعني بيخلي اللعبة اكتر دموية، ده بيخلي يعني مثلا الدم يقع بشكل واقعي وكده. فعال، ارمي هنا. انستول. راح على المود التاني، جلوينج بالمز تريز. بص عندك هنا مثلا جولد بلس بيربل ولا بلو، يعني ممكن تخلي لون شجرة نور جولد او بيربل وبلو مع بعض. انستول مودز فولدر، انستول. اوكي، عقبال ما كده يتسطب ده كده على السريع. فورست اوكي تمام. المود اللي بعده فورست اوف سان اندرياس، ده بيضيف شجر وغابات يعني للمناطق اللي ما فيهاش شجر. تمام، نضيف اول واحد كده على السريع. ممكن اديت مود يقفل معاك يعني بالخلاط عادي. انستول مودز. اللي بعده انستول مودز فولدر بس. ريج يوفوريا، ده بتاع الفيزيك، بيخلي فيزياء زي جي تي اي 4. يعني تخيلوا جي تي اي 4 بقت مثال على الواقعية، يا لهوي يا جدعان. المود اللي بعديه وهو ميجا رياليستيك كارز باك. بس في معلومة، في مودين بتوع عربيات. المود الاولاني اللي هو ميجا رياليستيك كارز ده ما بيتوافقش مع مود الجرافيك، فانت لو عاوز مود يتوافق مع الناتشورال فيجن هيكون جي تي اي 5 ريل ترافيك، اللي انا هسيب لك وصف بتاعه برضه في اول تعليق، هسيب لك الرابط بتاعه في اول تعليق. هو ده بيضيف 220 عربيه، بيبدل العربيات القديمه، بس الميجا رياليستيك كار فيه عربيات اكتر. فاهمني ازاي؟ فاحنا هنجرب الاثنين. تمام، بس قبل ما نجرب الاثنين احنا هناخد ملف مودز كوبي، عشان ايه؟ المودات كلها بتستخدم في مودات في الملف بتاع مودز. بس يا صاحبي انا عارفك انت ما فهمتش حاجه، بس انا قصدي هنا ايه، مع كل مود انت بتسطبه المود بيتحط في ملف اسمه مودز في جي تي ايه. الملف دوت يعني ايه، اعمل منه باك اب، خده كوبي مع كل مود بتركبه. خده كوبي، يعني مثلا مود تقيل، مود كبير، خد كوبي احتياطي، عشان عارف انت كانك بتعمل كنترول زد، بترجع خطوه لورا. لو المود ده عمل مشكله مع مود تاني واللعبه كانتش عايزه تشتغل، ارجع خطوه لورا يا معلم. امسح الملف وحط الملف اللي انت خدته كوبي يعني باك اب، واركبه تاني، يعني كانك رجعت خطوه لورا. فاهمني ازاي؟ فالمود بتاع اللي هو 320 عربيه ده 330 مش متوافق مع الناتشورال فيجن مود الجرافيك، فدي نقطه. وممكن يشتغل ويفضل يكرش، يعني دي مشكله. فتمام يا صاحبي، احنا هنركب المره دي اللعبه من غير مود الجرافيك. هنرمي المود هنا ونبدا نعمله انستول، عشان ساعات بتشتغل وتكرش. يعني المود ده ممكن يطول شويه يعني، فاعذروني. اخيرا بعد معاناه خلص. راح على تاني مود ساتلايز فيو ماب، ده هيخلي الماب شكلها واقعي. تمام، هناخد الملفين دول ترمي هنا. والله مش عارف ليه كل شويه بيقفل ايديت مود، حاجه رخمه. اعمل انستول مودز فولدر برضو، وتروح كده عقبال ما يتعمل انستول تروح على ملفات اللعبه. بصوا سي هيفرقع. راح على الملفات اللعبه، ملف سكريبتس، ارمي فيه، ادخل على رادار زوم، ارمي الملفين دول هنا. بس كده قشطه. اقفل كلوز. اوكي، تاني مود هنحتاجه اللي هو سيمي رياليستيك فيكل فيزيكس، يعني بيخلي الفيزيكس بتاعت العربيه احسن واقوى ويعني واقعيه اكتر. فهندخل على المود، هتلاقي كذا ملف، اختار اللي هو احدث واحد هيكون تحت الملف ده. تمام، افتح، هتدخل على مودز ابديت ار بي اف
كومون داتا وارمي في الملف ده. بس كده بكل بساطة. لما نفتح المود اللي هو بتاع شعر مايكل وتريفر، بيضيف شعر المايكل وتريفر، ترجع ورا خالص بقى كده في الاول خالص، تنزل تحت هتدور على اكس 64 في دوت ار بي اف، تدخل عليه تعمل كوبي منذ فولدر. تمام. بعد ما نفتح تدخل على مودلز، سي دي ايمج ستريم بيتز بلايرز، تدخل على تمام بدأ دلوقتي ام ده مايكل زيرو فيس تكتشر، تدخل على زيرو، تقوم رامي الملفات هنا، ترجع ورا ترمي الملفات هنا، ترجع على تي، ترجع ورا لاير 2 اللي هو تريفر فيس تكتشر، اول حاجه ترمي الملفات، نرجع فيس تكتشر نرمي هنا، هنحسن جوده شكلهم بدل ما كلهم مقشف كده نرميه. بس نفتح المود اللي بعديه خاص بفرانكلين، نفتح هنا، نرجع بلاير 1 فرانكلين، نرمي الملفات بتاعته هنا. بس كده يا معلم. دلوقتي فاضل لنا بس مود الدي ان اكس شيلياد، بيضيف مودن للماونت شيلياد اللي هو الجبل، اعلى جبل في جي تي اي. بص يا بقى يا معلم، تروح فين؟ مودز، ابديت اكس 64 دي ال سي ماكس، ترمي ملف دي ان شيلياد هنا. في بعد ما تخلص كل ده تمام، تروح هنا على ريدمي تكست، وهتاخد اللاين دوت كده، خد اللاين دوت، ما تاخدش المسافات، كوبي مودز ابديت دوت ار بي اف كومن داتا، وتروح على دي ال سي ليست، كليك يمين، تفعل اديت مود، تنزل تحت شيفت انتر وكنترول في، اعمل سيف، وكده مبروك عليك المود. تمام. مش كده خلاص؟ على ما اظن احنا مش محتاجين تاني اوبن اي في. نفتح بقى ملفات اللعبه الاساسيه جي تي اي ريماسترد، لسه مش نصين. في ملف بقى اساسي نسيت اقول لكم عليه اللي هو دوت، ترميه هنا. تمام. ده مهم قوي عشان مود الشرطه. تروح على الاس بي اي ده اللي هو بتاع الجراجات والبيوت، قلت لكم في حاجات اصلا لسه انتوا مش عارفين عنها حاجه، ترموه هنا. والملف اللي قلت لكم عليه في الاول اللي هو اي فروت ادون دوت، ضيفوه بقى هنا دلوقتي. يدخل هنا، ضيف بقى ملف اي فروت ادون هنا. بس كده. طبعا جير شيفتنج ده الانيميشن بتاع لما يجي يعمل شيفت، يجي يعني ينقل الجير اللي بعد في العربيه، ارميه. بريك لايت اللي هو بيخلي العربيه تدي نور اول ما تقف، يعني زيادة واقعية بس. سيتنج مود القعدة على الكرسي، حطه هنا. نورث يانكتن بيفتح لك مدينة التلج اللي في جي تي اي ديت، تلاقيها بتكون في اول الشابتر في القصة خالص، تحطه هنا. مود المنيو ونغني عن التعريف، ناخد ملف ده وده فقط ونرميه هنا. روب بانكس مود سيرة البنوك، ما تاخدش سكريبت هوك في خالص، خد سكريبت ده بس. قشطة. مور راندوم ايفنتس، بيديك ان في ايفنتس او في فعاليات اكتر بتكون في الشارع. فيول سكريبتس اللي هو بيخلي العربيه ليها بنزين وكده، عداد بنزين جوه ملف سكريبتس. فين بقى الفيول سكريبت؟ اهو، اعمله اوبن ويز نوت باد، وغير الارقام اللي معايا دي دلوقتي، خلي ده 0.1 وخلي ده 670، وخلي اللي فوقيه اللي هو البوزيشن اكس 101. تمام، 101. بعد ما خليناه كده نعمل سيف وبس كده. دلوقتي يلا بينا على نجوم حلقة النهاردة، اكتر مودات هتخلي اللعبة واقعية. اوكي، والثلاث او 4 مودات الاخر معانا، اللي هو مود البولمي اوفر، مود ده حلو قوي، بيخلي الشرطة واقعية، بيخلي مثلا انك انت لو جوزت سرعة معينة على الطريق بيقوم بيديك مخالفة او بيوقفك، لو موقفتش بيديك نجوم. فنرمي ده كله في نفس سكريبتس هنا، بولمي اوفر ده كمان، وبعديه كوبس ده المود مكمل ليه بقى، ده يعني ايه تكملة ليه. نفتح برنامج اوبن في اي، نفتح ملف كوبس، نفتح المود. خلينا نستخدم المود ده الاول اللي هو بتاع ديرت، بيخلي التراب بتاع العربية واضح او بيخليه اقوى واحسن. تمام.
edit مود، ارمي هنا install installation كوبس. ده تكملة للمود اللي فات. ده عايز تركبه اوكي اتس اوكي خده. ده بيخلي الشرطة تجري وراك او تلحق لو خلفت. بص هسيبك تستكشف المود ده، ابحث عنه واستكشف يابا. المود اللي بعديه كمان هيتحط في ملف سكريبتس دلوقتي اللي هو كوليجن اف اكس، افتحه ارميه برضو هنا. فياب يلا بينا بقى يا معلم نجرب اللعبة. بس انت جهازك ضعيف، احسن لك ما تركبش مود الجرافيك. معلومة هنا بقى، مود الجرافيك اي مود جرافيك بعد مود الشرطة على طول لازم تحط. يعني مثلا احنا في اول الحلقة ركبنا مود الشرطة، على طول بعديه لو انت عايز تركب مود جرافيك ركب مود جرافيك على بعديه على طول، وتركب معاه اللي هو 220 كار. لو مود بتاع 220 عربية مش 320 ولا 330 عربية، عشان 330 عربية ده زي ما قلنا بيعمل مشاكل مع معظم مودات الجرافيك. فلو انت عاوز مود جرافيك حطه بعد مود الشرطة على طول، تمام. لو انت مش عاوز ركب ال 320 عربيه وانبسط. على فكره يعني ارجح لو انت جهازك ضعيف زي ما قلت ما تركبش مود جرافيك اصلا. لو عندك اي مشكله اكتب لي تعليق وانا احلها لك. مثلا ناخد الجي كلاس ديت، نبدا انا بقى نستعرض المودات. اول حاجه دوس حرف الجي عشان تفعل بس المور اسمه ده الراندوم افكتس. اوكي زي ما انتم شايفين كده دخلنا اللعبه وبنعمل بنش مارك على اللعبه اهو من غير مود الجرافيك. هنجرب مره من غير مود الجرافيك ومره بمود الجرافيك. يا لهوي الكلب. شغل كاونتنج فريمز. اندرويد دي ممكن يعني انت مثلا عندك نفس الكارت بس معالج اعلى هيجيب لك فريمات اعلى اكيد. ده انا حاطط اقوى كارت مع اقوى معالج مع اضعف معالج، يعني عامل عنق زي ابن لذينه. يا لهوي شوفوا الجلتشات يا لهوي يا جدعان. بصوا العجله اهي بدي ثابته زي ما هي. اوكي يا شباب بعد ما ركبنا مود الجرافيك شوفوا الجرافيك بقى عامل ازاي. يا لهوي يا جدعان على الفخام. لا بس ما عملتش غير تغيير بسيط، شلت بس مود الخريطه وركبت مود تاني بتاع بنزين. بس التاني احسن يعني، الاولاني يعني افضله عشان التاني اوريدي يعني شرحته فما ينفعش اعيد الشرح ده تاني. اوكي يلا بينا بقى ايه نلعب جيم بلاي بسيط. جيم بلاي بسيط يلا نساعد مود الجرافيك زي ما قلت. مود الجرافيك يا جدعان، مود الجرافيك لازم تعمل له انستول بعد ما تحط مود الشرطة والتوسعة بتاعته. يعني مثلا احنا حملنا مود الشرطة والتوسعة بتاعته، تحمل الاتنين مع بعض عشان ما ينفعش مثلا تحمل المود الشرطة الاول بعد كده التوسعة، هتبوظ الدنيا. لازم تحمل مود الشرطة والتوسعة بتاعته بعد كده مود الجرافيك لو انت عايز تحط يعني مود جرافيك. طبعا في مودات جرافيك معينه لازم تحطها زي ناشونال فيجن ايفولفد، والمود اللي انا ركبت ده اللي هو اسمه بايو ند رسلم ما علينا من اسمه يعني. يوتيوبر اسمه يوسين عمل عنه فيديو وما الصراحه تابعته. يوتيوبر بسم الله ما شاء الله يعني عليه حلو قوي. إيه يعني ركبت المود شغال. على فكره جربت مودين جرافيك يعني هو ده الوحيد اللي اشتغل معايا. وعلى فكره المود حلو جدا يعني مش بطال. هو خفيف يعني الاجهزه متوسطه والضعيفه يعني. لو انت معلي الاضاءه على الاخر مش هتاخد جرافيك حلو. يعني مثلا معلي البرايتنس كده على الاخر ثانيه نجرب الصوره مش هتبقى حلوه يعني. احسن لك توطي الجرافيك كده زي كده، توطي الاضاءه سوري. شوفوا بقت عملت ازاي بقت. دي مش شرط وقفتني تمام. ومثلا نيجي نجيب الليل واكسترا صني اكسترا صني تايم. نجيب كده الليل. شوف الليل بقى عامل ازاي. يا ليه يا جدعان اضاءات بيضة حرفيا بالظبط.
شوفوا الشرطي هو بيجي يكلمني عشان عديت السرعة المطلوبة، يعني مثلا مكتوب هنا 45 مايل، فانا عديت السرعة دي فلازم يديني مخالفة. ابص ان أنا كنت ماشي على 57 في طريق المفروض 45، اضغط اف 11 تقدر تعدل السرعة من هنا اهو. الهاي واي مثلا 75 ممكن نخليه 85، او خد مني الضريبة ابن اللذينة. ضريبة ايه؟ خد مني المخالفة. مثلا بص لو عملنا مثلا ويذر ثاندر، انصحك ما تركبش مود جرافيك يعني. برضو يا عم طز في الشرطة اللي بندعس. بس يا جدعان مدى الجمال. يلا بينا نعمل بنش مارك. يلا بينا شغلنا الام اس اي اف 12 كاونتنج فريمز. واحد نفس فريمات زي ما قلت لكم عشان عندي بوتل نيك، فالفريمات هتفضل كده. بصوا احنا زودنا ضغط على الكارت والفريمات زي ما هي. فيعني مود الجرافيك يعني انصحك تركب دوت. هسيب لكم شرح الفيديو بتاعه على القناه بتاعته بتاعت اليوتيوبر دوت في الاول تعليق، امشي وراه. يعني انصحكم ما تركبوش مود جرافيك غير ده او ناتشورال فيجن. الا بقى لو قلت لك خد مثلا جرب تركب مود جرافيك، يعني مثلا خد باك اب للملف، الملف مودز. لو الجرافيك مود الجرافيك عوق معاك امسح ملف مودز وارجع للملف القديم اللي انت خدته باك اب. يا لهوي يا جدعان. ما تقلقش لو انت عندك بالانس في مواصفات الجهاز عندك، يعني اي 7 بتاعي دوت لو معاه معالج يعني كارت محترم هيشغل اللعبة عادي. بس انا عندي بس عنق زي ابن لذين قوي. بس انت بص جمال اللعبة، اللعبة اتحولت بجد لعبة تانية خالص، بقت another game. بص ده العادي، وقت الغروب، وقت الضلمة. خلاص بقى يا صاحبي، لو عجبك الفيديو متنساش بقى باللايك والسبسكرايب، واللي ايه رايك في المود. فيعني انا تعبت في الريمستر ده قوي، وتعبت اصلا في منتجة الفيديو ده، اكتر فيديو هتعب في المنتجة بتاعته. ويلا بكمل معكم محمد من قناة اي برونو. يلا سلام. قولوا لي لو عايز اختم اللعبة وهي كده، قولوا لي بس. يلا سلام.